اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ويتجدد اللقاء بوصفة جديدة راح نحل لكم بها المشكل تاع الغداء ولا العشاء. اليوم راني جبت لكم فطيرة محشية ومشخشخة بالحشو ومفرمجة وبنينة. وش نحكي لكم يا البنات؟ والطريقة نتاع الطياب نتاعها مختلفة شوية على الطرق المعتادة اللي مالفين نديروها. كملوا برك الفيديو للاخير دوك تكتشفوا كيفاه طيبتها. وما تنساوش حبيباتي، وكما في كل مره لازم نذكركم ديروا جيم للفيديو باش يطلع. ودركا يلا معايا نتعرفوا على فطيره اليوم ونبدا على بركه الله وفرجه ممتعه. وش فيها الوصفه نتاعي هذه؟ اول حاجه راح نبدا بها هي الحشو. كانت عندي حبه تاع بصل اللي كنت قطعتها مربعات، وعندي ربع صدر تاع الدجاج، عندي جوا فلفل اخضر، وعندي حبه زروديه وحبه جريوات اللي كنت سكرفجتهم في سكرفاج. ودرك حنديهم رايحه نقليهم. اول حاجه راح نبدا بها كما عودتكم حبيباتي متتبعاتي الغاليات. بالنسبه للحشو لازم نبداو بالبصله. ندير شويه نتاع زيت قيس 3 مغارف ربعه نتاع زيت، وراح نضيف حبه البصل اللي كنت قطعتها مربعات بهذا الشكل. راح نحركها تذبلنا شويه ومن بعد راح نزيد لها. بالنسبه للدجاج هنا درت الا ربع نتاع صدر تاع الدجاج. حبيتي تكثري حبيتي تزيدي حبيتي تبدلي ديري اللحم ديري دند اشي، لكن الاختيار. انا هنا فضلت انه يكون حشو اقتصادي، يعني حتى الدجاج هنا تقدر تستغني عليه. زدت حبه نتاع الزروديه اللي كنت سكرفجتها في سكرفاج، وراح نضيفها المكونات الاولى. كما راكم تشوفوا دوك راح نزيد الجريوات. كما تعرفوا الخضره كل وحده والطياب نتاعها. الزروديه هي اللي تطول شويه باش تطيب، والجريوات كما تعرفوها راهي ليه طيب. على ديك اللي خليتها هي الاخيره. راح نزيد 3 فصوص تاع ثوم اللي كنت سكرفجتهم، وعندي شويه تاع فلفل حمار احمر وفلفل حمار حلو وفلفل حمار حلو وحار. عندي الملح وعندي شويه تاع كزبر، ولا بالنسبه للتوابل واش عندك، فلفل كحل زنجبيل. انتي حبيتي تنكهي الحشو نتاعك. ورايحه نزيد نص مغرف تاع طماطم المصبره ولا طماطم تاع لباط، وراح نخلط الحشو نتاعي ونخليهم يطيبوا مع بعضهم. كي يطيب لي الحشو حبيباتي متتبعتي الغاليات راح نحطه في غيسيبيون، لاني راح مازلت عنده اضافات اخرى، واللي كانوا بطاطا مقليه وباذنجان ثاني اللي كان مقلي. هنا الكميه نتوما ما حبيتو، هنا درت واحد 3 حبات تاع بطاطا وزوج حبات تاع باذنجان. راح نجيب زوج مغارف تاع لوح كما راكم تشوفوا هكذا، ورايحه نخلطهم ونخلط المكونات كامل مع بعضها. وكما عودتكم الدبشه ولا الكزبر لازم تكون حاضره، لازم في الاطباق تاعي كامل الطبخ بصفه عامه لازم نزيد فيه الدبشه ولا الكزبر. حنحط الحشو نتاعي بجهه ودرك راح نبدا فيه. بالنسبه للعجينه نتاعي كانت بسيطه جدا، عجينه يعني عاديه، كان فيها كاس ونص نتاع حليب دافي. راح نضيف عليه مغرف نتاع سكر ومغرف ممسوحه، يعني تقدروا تقولوا نص مغرف كبيره نتاع خميره الخبز، بيضه، وعندي مغرف تاع الملح. وراح نضيف لها بطبيعه الحال 4 مغارف تاع الزيت. هذه هي، ما فيها والو. العجينه نتاعي عاديه جدا جدا وبسيطه جدا جدا. ورايحه نجيب الفوي كخطوه مبدئيه ونبدا نضيف في الفرينه ونخلط في العجين ولا الخليط نتاعي. نضيف بالتدريج حبيباتي متتبعاتي الغاليات، مش نحاول نفصل لكم تفصيل ممل في العجينه هذه لانكم راكم معتادين عليها، راكم ولفتوا. وبالنسبه للاخوات اللي طلبوا مني اللي ما يعرفوش المعجنات ولا المملحات وما تصلح لهمش، بربي ان شاء الله الايام ما بيناتنا وراني حنعرض عليكم وصفات كثيره وعديده ان شاء الله. نغطي العجينه نتاعي ونخليها تتخمر. ودرك عندي صلصه الجبن اللي كنت درت فيها مغرف تاع زبده ومغرف نتاع فرينه، ورايحه نزيد لها كاس نتاع الحليب. نخلط مليح على نار هاديه بالفوي، لازم ضروري جدا انك تخلطي. ومن بعد راح نضيف لها، انا هنا درت ربع بوله تاع الفرماج العادي جدا هذاك تاع 10000، شويه تاع ملح وفلفل اكحل. شوفوا هنا، اذا كنتي حابه الحشو نتاعك هذا يجي شويه ناشف ما تكثريش صلصه الجبن، ما تكثريش. اذا كنتي حابه يجي الحشو هكذا شويه مطلوق ومرخوف كثري ديري قد ما درت انايا. هذا هو الحشو نتاعنا دوكا راه واجد. دوك راح العجين نتاعي. بالنسبه للعجينه نتاعي هنا راني ما خليتهاش طلعت ياسر، علاه راح تكمل طلوعها من بعد في الكوشه ولا في الفور. راح نقسم العجينه نتاعي الى قسمين كما راكم تشوفوا. راح نحط الكريه الاولى ومن بعد نضيف الكريه الثانيه، بعد اللي نبوليها كما راكم تشوفوا بالطريقه هذه. ودرك راح نجيب رش الفرينه وراح نبدا نحل في الكريه نتاعي الاولى، روح معاها الرش فرينه من تحت ومن فوق، ومن بعد نبدا نحل بالرولو.
دوك انا حبيباتي راح تكتشفوا السر نتاعنا اللي طيبنا فيه الفطيره هذه. كما راكم تشوفوا راح نحل بالحلال. وهنا للتذكير فقط، عندي بعض المتتبعات اللي طلبوا مني يعني وصفات تاع مملحات، خاصه اللي ما يصلحوا لهمش، اللي ما يطلعوا لهمش. تبعوني فقط، تبعوا الفيديوهات نتاعي بربي ان شاء الله. مره على مره راح نحط لكم فيديو يكون بالتفصيل. هذا هو المول تاعنا تاع الموسكوتشو. شوفوا راه يدير 25,000 فقط، يعني راه على الكيف، مناسب السعر نتاعو. راح نحطو على العجين ونجيب الجراره ونكيل، نزيد عليه واحد سنتيم ولا 1.5 سنتيم، ونقطع ولا نمشي عليه الجراره، نتخلص من الزوائد هذيك. بالنسبه للقطعه هذه القطعه اللي تجي من فوق، درك تشوفوا هذه حنحطها بجهه، ومن بعد راح نروح للقطعه الاولى، العجينه الاولى اللي راح نديرها في المول. نزيد نعاود كما قلت لكم حبيباتي متتبعتي الغاليات، رايحه نرش الفرينه من تحت ومن فوق ونحل العجينه تاعي، ولازم تكون رقيقه، لازم تكون رقيقه. كما راكم تشوفوا هاي ليك هنا، هذه لازم نحلها يعني هي وطولها، يعني مش راح نقص فيها ولا من بعد راح نقص فيها. دوك تتعرفوا على الخطوات خطوه بخطوه. نهز العجينه نتاعي ونحط المول من تحت. شفتوا يا البنات كيما نخدموا البقلاوه، شفتوا كيما نحطوا العجينه الاولى تاع البقلاوه هكذاك. وانما هذه شوفوا هنا لازم نرخف العجينه نتاعي، وفي نفس الوقت نضغط بالاصابع ولا باليد. لازم نخرج الاطراس هذاك ولا الرسومات المشكله في المول كما راكم تشوفوا هكذا. نضغط مليح، ما تخافوش من العجينه تاعكم، راهي عجينه سلسه يعني وسهله التعامل والتشكيل، ما تخافوش منها بتاتا. دوك واش راح نجيب الحشو نتاعي، راح ندير نصف الكميه فقط، والنصف الاخر درك نزيدو نديروه. ومن بعد كي نستف الحشو نتاعي راح نجيب الفرماج هذا تاع الشيز، فرماج تاع المربعات، شرائح المربعات اللي نديروه في الهامبرجر، ونستف بهذه الطريقه. هنا درت لي واحد 6 قطع. وبالنسبه للفراغات راح نقسم كل حبه، نقسمها على 2 ولا على 3 ولا على 4، ونسد الفراغات هذوك كامل، بحيث لازم تجيني هذه المساحه كامله مفرمه. بعد ما نستف الشرائح تاع الفرماج نتاعي راح نزيد الطبقه الثانيه نتاع الحشو. انا حبيباتي ثاني اقترح عليكم اقتراح بالنسبه اللي عندها الدجاج، لو كانت ديريها بالدجاج وحده، يعني الا دجاج وشويه تاع زروديه، حتجيك هايله اكثر من رائعه. نجيب الطبقه الثانيه نتاعي تاع العجين ورايحه نحطها فوق الحشو. شوفوا هنا راح نضغط باحكام، لازم نضغط مليح. ومن بعد نجيب الجراره نتاعي ونخلي مساحه بين العجين وفراغ، يعني قيس 1 سنتيم. علاه راح نطبقوه ونهبطوا العجين تاعنا هذاك لتحت. في الاول قبلها راح نرقوه اولا، شوفوا يا البنات نرقوه هكذا، نطلع فيه شويه ومن بعد نعاود نطبقه ولا نطوي العجين تاعي، نهبطوا على العجين هذاك اللي جاي فوق الحشو. كما راكم تشوفوا اظن انه الصوره راهي تتحدث على نفسها، والصوره راهي واضحه جدا جدا جدا. اضغطوا مليح بالاصابع، اضغطوا مليح باه بعد ما يخرج لناش الحشو نتاعنا. نغلقوها مليح ومن بعد شوفوها وكاين لهوه هنايا، راح نجيب عود تاع شواء ولا كوردون ونخرج هذاك الهواء كامل. شوفوا نثقب ونضغط. هاي ليكم بعد حندي نطيب الكوشه نتاعي. هنا لازم تكون سخونه مسبقا، ونديرها طيب من تحت نص الطياب من تحت، من بعد نشعل عليها من فوق. بالنسبه من تحت يا البنات انا ما خليتهاش طابت، يعني خليتها شويه مازالت نيه هكاك. وهذاك الديفو اللي راكم تشوفوا فيه دوك يتغطى بالصفار تاع البيض. حنجيب صفار تاع بيضه ونزيدو قطرات فقط من الحليب. شوفوا ومن بعد ندهن الفطيره نتاعي من فوق الوجه نتاعها كامل بالصفار هذا اللي راكم تشوفوا فيه. كما وصيتكم حبيباتي متتبعاتي الغاليات، انتم خليوها شويه نص طياب، انا ما خليتهاش ياسر، طولت راح الحال برك على الغداء نورمالمون خليها تزيد شويه. شوفوا هنا بعد شوفوا بالنسبه للصفار ديروه كي تبرد الفطيره نتاعكم، ديروه باه ما ينشفلكمش. ومن بعد راح ندير خطوط هكذا بالسينوج. اذا لقيتوا بلي الصفار تاعكم هذا كنشف والسينوج تاعكم عاد ما يلصقش، زيدوا عاودوا ادهنوا هكذا دهنه خفيفه برك بالبيض ولا بالصفار
نتاعكم كما راكم تشوفوا، كما راني ندير انايا دركا. هكذا لقيتها نشفت لي شويه، عودت بالصفار ودرت الطرق نتاعي هذو تاع السينوج، يعطيوك منظر جميل. يعني بعد كي تخلصي وراح ندي نطيبها من فوق فقط، من تحت راهي طايبه ماهيش راح تطول في طيابها. وهاي ليك وصفتنا تاع نهار اليوم، فطيره او كوكا سميوها كيما حبيتو. نتمنى حبيباتي تكون عجبتكم، ونتمنى تجربوها وتنجح لكم. واللي دارتها من متتبعاتي الغاليات والوفيات ابعثوا لي تطبيقاتكم وريح نحطها في المنتدى نتاع القناه باذن الله. هذه هي فطيرتنا تاع نهار اليوم اللي خرجت هايله، خرجت بنينه مشخشخه بالبنه مفرمجه. وش نحكي لكم يا حبيباتي متتبعاتي الغاليات، جات تهبل. هذه هي. واخيرا وليس اخيرا وصلنا حبيباتي متتبعاتي الغاليات للنهايه تاع الفيديو. نتمنى يكون هذا الفيديو كان ممتع وتكونوا استفدتوا منه. هذه هي الوصفه تاعنا تاع نهار اليوم حبيباتي، ونلتقي في وصفه اخرى باذن الله. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.